وسيلة لفت الانتباه. ما تذكرون كنا ندرس في المدرسة، كان الأستاذ الله يجزاه خير عنا، وحنا في أولى ابتدائي وثاني ابتدائي بيشرح لنا على الوضوء. بيشرح عن ايش؟ الوضوء. عن الوضوء. وش يسوي الاستاذ؟ الاستاذ الحاذق هو يتوضا. مثال الاستاذ الله يجزاه عنا خير قلامي كانوا حي، آمين. عبد الله عبيد يدرسنا احنا اولى ابتدائي. ما زلت اذكر وانا صغير جاب مع جيك وخلى كل طالب ايش؟ يصب. والثاني ايش؟ يتوضا. يتوضا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اهدي اهدي يا فرحة الله. انا كنت حاسب يا شيخ. اهدي. الحمد لله الحمد لله دجاجة. وهذا الدليل، دجاجة طاهرة. هذا الدليل ان الدجاجة قبل البيضة. اقول بالله توفيق اهجدي اهجدي جزاك الله خير، ابشري بالخير الحين وديك، الحين وديك اهجدي ابشري اهجدي الله يرضى عليك، اهجدي جزاك الله خير. اقرا علي يا شيخ. فالشيخ عبد الله عبيد كان يتوضا قدامنا، الى الان ما نسمع، الى الان انا جبتها كوسيله للفت الانتباه للمشاهد الكريم. الليله ايش؟ الليله جمعه. الليله ايش؟ جمعه. وبكره ايش؟ بكره السبت. يوم الجمعة بكرة السبت عندكم قطرة؟ بكرة الليلة جمعة بكرة السبت، هذه ما تصير ذي. الليلة جمعة بكرة السبت يا اخوي. الليلة ذي ليلة جمعة. بكره يوم الجمعة. اي بكرة يوم الجمعة صح يعني. قال صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا علي من الصلاة فيها. يوم ايش؟ يوم الجمعة. قال ابن القيم ويبتدي الصلاة على النبي من ليلة الجمعة. من ايش؟ من ليلة الجمعة. احنا الليلة جمعة. نعم. يعني هذه الحلقة ان شاء الله بتعرض ليلة الجمعة، والمشاهد الكريم الليلة جمعة بيشوفنا. جايبين لها الدجاج وهالبيضة لحديث رواه مسلم. قال فيه صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى على فضل يوم ايش؟ فضل يوم الجمعة. لا. احنا جبنا هالبيضتين نبين فضل يوم الجمعة، لأنه في الحديث الصحيح رواه مسلم. أنتم معي؟ ولا ما زلتوا تضحكون على نط الدجاج؟ ترى ماني خواب والله، أنا لست بخواب ولكن إيه على ذيك أنا أنا أضحك على ضحكة المخرج. لا أنا أسمعها. أنا ماني خواب الحمد لله، بشركم من فضل الله، لكني فاجأني الموقف. فاجأني الموقف، يعني أي واحد منا ينقز. أنا نقزت دليل على أني رجل نبي. أنتم معي؟ فالشاهد نكمل الحديث الذي رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة عليه الصلاة والسلام قرب بدنه. وش البدنه؟ بدنه بعير. يعني الآن أذن الفجر يوم الجمعة، إلى ما يطلع الإمام. العلماء يقولون من أذان الفجر صلاة الفجر إلى طلوع الإمام كم ساعة؟ مثلا عندكم الأذان هنا في قطر 3:30 وربع مثلا. نعم. صلينا الفجر خلص الساعة 4 إلى أنتم معي إلى إيش؟ تقريبا. أيوة إلى إيش؟ أنتم معي إلى إيش؟ إلى أن ينتهي طول عمركم طلوع الإمام من المنبر. طلعنا الإمام من المنبر. أنتم معي؟ نعم. إذا طلع الإمام من المنبر الآن انتهت الساعة. انتهت الساعة خلاص، تنتهي الساعة. طيب اقسم ما بين صلاة الفجر إلى أذان الظهر مثلا 7 ساعات. نعم. تقسمها على كم؟ على 5. على 5. قال صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. نعم. من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح. من جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. من جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيض. بيضة.